ازيكم عاملين ايه؟ انا هبة ودي قناتي. النهاردة مع بعض هنعمل حاجة حلوة من احلى الحلويات اللي بنحبها في رمضان، البقلاوة. هنعمل البقلاوة النهاردة من غير شربات ومن غير بقى ما تورقي وتحطي ورقة ورقة، بالطريقة التركية، طريقة سهلة ولذيذة جدا وهتعجبكم قوي. اولا محتاجين للفة جلاش. الصينية اللي هنستخدمها هندهنها بالفرشة كده بالسمنة. بعد كده هناخد نص لفة الجلاش وهنحطها في الصينية مرة واحدة. الطريقة بقى دي سهلة جدًا في كده، إن أنتِ مش محتاجة إنِّك تحطّي ورقة، ورقة وتحطّي بينها سمنة وكده بالطريقة المُتعبة بتاعتنا القديمة. لأ، أنتِ هتحطّي نُص اللفة بالشكل ده، وتقصّي كده بالمقص الزيادات وحطّيها برضه فوق الإيه، فوق النُص الأولاني. بعد كده احشي بقى الصينية بأي حشوة موجودة عندِك. أنا النهارده حشيت بزبيب وجوز هند ومكسّرات. طبعًا المكسّرات تحطّي فول سوداني بدالها. ممكن تحطّي بقى قشطة أو مهلبية لبن أو كاسترد، أي حاجة موجودة عندِك وعايزة تحشي بيها هتنفع النهارده معانا. مع الحشوة بس كده حطّي إيه، نُص معلقة صغيّرة قرفة، رُشّيها في الصينية بالشكل ده. وبعدين هاتي بقى نُص اللفة بتاعة الجلاش التاني وابدئي بقى حطّيها كده ف من فوق. بعد ما خلّصنا كده بقى اللفة كلّها خلاص حطيناها، هنبدأ نقطّع الصينية. قطّعيها بقى مثلثات أو قطّعيها مربعات صغيّرة زي ما تحبّي، التقطيع ده بتاعِك. بعد ما قطّعناها بقى جبنا معلقتين سمنة كبار كده سيّحناهم وبالفرشة وابدئي بقى اعملي الصينية كده ادهني الصينية يعني بالسمنة، ادهنيها كويس أوي، أوي، بحيث إن هي تتشرّب كويس بالسمنة. هنسخّن الفرن دلوقتي على درجة حرارة 200. اللبن اللي هنسقيه للصينية كوبايتين لبن حليب بارد مش سخن، معاهم نص كوباية سكر، سكر بودرة أو سكر عادي، وباكو فانيليا. دوبيهم بقى في بعض كويس قوي بالمضرب اليدوي كده وخلي اللبن جاهز لما تطلع الصينية لأن هنسقيه اللبن بارد والصينية سخنة. هندخل بقى الصينية على فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 على الرف الوسطاني. لما تلاقي الحروف بتاعة الصينية بدأت تاخد اللون الذهبي، اطفي بقى من تحت وشغّلي الشواية 5 دقايق بالضبط تاخد لون دهبي حلو من فوق كده، وتطلع بقى الصينية وهي سخنة واللبن بارد، وتبدئي تسقيها بالكمية كلّها بالشكل ده. بعد كده أنا بس ضِفت إضافة واحدة، إن حطيت بقى شوية مكسّرات على الوش كده، شوية فستق حلبي على الوش للتزيين يدّي شكل جميل كده، بس دي يعني حاجة إيه، اختياري يعني مش لازم تعمليها، بس هي بتدّي بقى شكل حلو كده للصينية. طبعًا طريقتنا النهارده سهلة جدًا، زي ما باقول لِك لا عملتِ شربات ولا سكّر مننا أو ما سكّرش، اتضبط ما اتضبطش، ولا قعدنا بقى نحط ورقة، ورقة ونحط ما بينهم سمنة. طريقة سهلة ولذيذة جدًا وسريعة، وفي نفس الوقت طعمها حلو جدًا، جدًا. وهتلاقيها بقى يعني من جوّه هشة كده وطرية شوية ومقرمشة من فوق ومن تحت. رشيت بقى رشة فستق كده في الطبق للتزيين، وقدّميها بألف هنا. ولو عجبتِك طريقتي النهارده اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.